السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا النهاردة حابة أتكلم معاكم في موضوع الامتحانات وتأهيل ولادنا ونتعامل معهم إزاي في وقت الامتحانات. وقبل ما أخش في موضوع الامتحانات، طبعا في أثناء الدراسة المفروض نتعلم من الآخرين، يعني ان احنا ما نخليش ولادنا عندهم الاعتمادية التامة، ان احنا ماما يلا علشان اذاكر، ماما تعالي ذاكري لي كذا. ما يذاكروش. ده فعلا في فئة كبيرة جدا في المجتمع بتعمل كده. ما بيذاكروش الولاد الا ماما تعالي اعملي لي. يعني انا لو عندي حاجة ولا بعمل لهم الاكل ولا عندي ضيف، الولد بيقعد مستني. ما ذاكرتش ليه يا حبيبي؟ علشان منتظرك يا ماما لما تيجي تذاكري لي. دي كارثة واعتمادية، وعلى المدى الطويل هتأثر في شخصية الولاد تأثير بالغ. دي لها أبعاد أكبر من اللي حضرتك شايفاه. ما تفرحيش ان ابنك متعلق بيكي متمسك بيكي، دي بتأثر على شخصيته في حاجات كتير جدا، وتخليه فيما بعد ما يعرفش يعتمد على نفسه ويقود نفسه ويتصرف تصرف تلقائي مع نفسه بدون مساندة ومساعدة الأم. فرجائي من الأبوين إن هم يخلوا ولادهم يعتمدوا على الله ثم على أنفسهم. دلوقتي عندنا وسائل من فضل الله متوفرة بالنسبة لنا، مثلا اليوتيوب والحاجات دي بتكون عليها شرح منهجي للعامل الخاص بالولد، شرح وافي بجد، وناس يعني ما أثروش في الجزئية دي وعاملين شرح كويس جدا. اطلعت على أكتر من مادة وأكتر من مادة دراسية في اختلاف المواد الدراسية، وجميلة جدا جدا وشرحهم كويس قوي قوي. دي حاجة تانية، الكتاب موجود والكتب الخارجية موجودة، الوسائل كلها موجودة. ذاكر يا حبيبي، والحاجة اللي تقف قدامك اعمل لي عليها سيركل واركنها. انا في الاخر خالص هتيجي تقولي انا ذاكرت مادة العربي، وقفت قدامي كام نقطة؟ 3 نقاط. طيب ال3 نقاط دول فكر معايا فيهم، ما جيش على طول اديله المعلومة لما بتيجي بسهولة بتروح بسهولة. ما جيش اديله المعلومة، فكر فيهم. طب ايه انت سؤال بيقول كذا كذا، ايه رأيك؟ يعني ايه؟ وافضل اساعده واحط له الاجابة على لسانه بدون ما يشعر. ما اديلوش السؤال كده قشرت له البونبونايه وبحطها له في بقه، لا يا ريت بلاش كده. اشغل ذهنه، افتح ملفات دماغه، اوسع مداركه ان هو يعرف ازاي يتعامل وازاي يفكر وازاي يحل السؤال. والاخر اقول له برافو جود، برافو عليك، واسقف له واكافئه واقول له انت اللي حليت الاسئله، انت شطور جدا وجميل جدا وراجل قوي قوي. انت حليت الاسئله لوحدك. مره في مره ال3 اسئله اللي شايلهم هيبقوا سؤالين، هيبقوا سؤال واحد. بعد كده مش هيحتاجني، انا مجرد هبص على الواجب واتابع الواجب واقول له برافو فيري جود، انت حد جميل وحليت الواجب كويس جدا جدا لنفسك و10 من 10، وكافئه واعمل له كده جو المكافآت اللي الولاد بيحبوه. دي كانت لمحة بسيطة عن أو نبذة عن اللي المفروض نعمله مع ولادنا في أثناء ما بنذاكر معاهم أو أثناء ما بنتابعهم. اللمحة التانية اللي بحب أشير إليها إن بلاش تحسسي ابنك إنك بتراقبيه. بتابعك براقبك، ذاكرت عملت، الأسلوب اللي هو فيه إيه كنترول قوي ده، الأسلوب اللي هو فيه ضبط وإحضور. أنا بقفشك بتسحب ويلاقيني فوق دماغه. لا، يعني يجب قبل ما ادخل اوضه ابني اخبط على الباب، عشان اعلمه هو كمان قبل ما يدخل اوضتي يخبط على الباب ويستأذن. وكمان اعلمه حاجه تانية، مش يخبط ويدخل، لا يخبط ويستنى اقول له ادخل، او من فضلك انتظر دقيقه، لحظه بس لما اقول لك. ممكن اللحظه دي اكون انا بعمل فيها حاجه ما ينفعش ان يدخل في التوقيت ده، واعلمه كده ان دي مساحتي، ما تتخطاش وتتعدى المساحه بتاعتي. وانا بقى مش بعلمها له بالقول وباللفظ، انا بعلمها له بالفعل. ازاي انا اقول له ما تتخطاش مساحتي وانا اتعدى واتخطى مساحته؟ ودي بيكرهوها جدا الجيل بتاعنا، ان كان شابات او شباب، بنت يعني او ولد، بيكرهوها جدا وبيحسوا ان دي اقتحام. انا اوضتي بتقتحم عليا يا استاذه، وانا قاعده في اوضتي سرحانه او بعمل حاجه، بحس باقتحام. ماما بتفتح الاوضه بطريقه مش كويسه، او بابا. فعلا انا معاهم بجد يعني.
فيا ريت بلاش اسلوب الاقتحام ده. بس ما نتابعش، لا نتابع قوي، بس بلاش نقول نتابع ونراقب، تعالي نبدل المصطلحات دي نشارك، بلاش نتابع او نراقب. ايه يا حبيبي، انا ممكن بقى اخش لابني دخله جميله قوي، اخليه هو اللي يقول لي ماما هتكوني فاضيه امتى علشان اشرح لك الدرس. العب مع ابني دور التلميذه والاستاذ. بمعنى ايه؟ انا التلميذه وانت الاستاذ. انت ذاكرت النهارده حبيبي ايه؟ الماده كانت جميله، وصلت لك بسرعه، ما شاء الله عليك. اخليه يذاكر مع نفسه طب اشرح لي، استوعبت الدرس؟ يعني يا ماما، في طب ماشي، وانت بتشرح لي كده هتاكد المعلومه. اشرح لي بقى الدرس ايه الموضوع. اتكلم مثلا في درس عربي، في درس ساينس، ماث، اي ماده بنتكلم، وبخليه يشرح لي. اثناء ما هو بيشرح لي، طبعا هو بيشرح لي على قده، على قد استيعابه، على قد اسلوب التوصيل اللي هو بيعمله. انا بعمل ايه؟ بقول له طب انا مش فاهمه دي يا مستر بعد اذنك. اعلمه برضو اسلوب الاستئذان عشان يعمل كده مع مدرسه. ارفع ايدي واعلمه الاداب، وما اجرش الكرسي، واعمل واقول له بقى، هو مش هياخد باله من الحاجات دي. لما اجي اقعد اقول له مستر برافو عليا، ما جريتش الكرسي وما عملتش قلق لزملائي، صح كده يا مستر، انا كده شاطره. واقعد بطريقه مؤدبه واقعد مركزه. لو في اي حاجه مشتته للانتباه، بصي يا مستر انا ما رضيتش انتبه لكذا، بنتي بتكلمني، اقول له بصي زميلتي بتكلمني ازاي ما رضيتش انتبه، لا انا مركزه مع حضرتك عشان انا مقدره ان حضرتك استاذي واقف بتشرح لي، فده انا في تقدير مني لحضرتك. حاجه تاني، افهمه، بعلمه بين السطور الاداب، اداب طالب العلم. اداب طالب العلم ما ينفعش ان انا يكون المعلم بيشرح وانا عمال بلهو، او عايزه ادخل التويلت بحجه يعني ان التويلت اللي بيخشوه الدرس بياخد مثلا ساعه ونص ولا حاجه، بيخش التويلت مرتين، ودي شكوى مدرسين كتير من الطلبه. فبعلمه الحاجات دي بدون اوردر، بدون ما اقول له لما تروح الدرس بقى ما ينفعش تجر الكرسي، ما ينفعش يكون في احاديث جانبيه بينك وبين زميلك، وما ينفعش. انا اعملها له في صوره تمثيليه، انا بمثل الشيء ده. صدقوني ده اسلوب عامل نفسي متجرب مع الولاد، وبيجيب نتيجه هايله ونتيجه جميله وفعاله معاهم جدا جدا. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، نقوله لاولادنا، ما نقولهوش في صوره اوردر، نقوله في صوره ان انا بعمل التصرف ده تصرف اخلاقي انا بعمله، فهو بيتبعني وهيقلدني، واخليه يشرح لي الدرس. ويشرح لي ازاي بقى؟ الكومنتات اللي انا يعني، او التعليقات، او الاسلوب التوصيلي اللي انا عايزه اوصله له، انا هدخله بطريقه مميزه اثناء ما هو بيشرح. هنكمل الفيديو القادم ونقول ازاي اعلم ابني يشرح الدرس ويكون متميز في الشرح، ويكون عنده اسلوب الالقاء واسلوب التوصيل. سعيده بكم.